قرأت مرة مت فارغا، ولا يعني الفراغ الذي جاء بعقولنا جميعا حينما قرأنا الجملة وللوهلة الأولى، بل المقصود مت فارغا من أفكارك. لا تجعلها في رأسك فقط، ابدأ ونفذها. ليس شرطا أن تجد نتيجة، فنحن ما علينا سوى المحاولة. تذكروا في ديننا ليس هناك نجاح بل فلاح، بل سعي. نسعى ونؤذن وعلى الله البلاغ. لذا لا تجعل فكرتك تموت، نفذ، استعن بالله وخذ خطوة. وقرأت أخرى أن تحكي قصتك، هذا جزء من التعافي، وأنا قد حكيت، ربما ما هذا إلا جزء يسير وفقط. سلام الله على قلوبكم المحاولة، وسلام خاص إلى شيماء التي ذكرتني بلماذا بدأت. شكرا وجزاك الله خير الجزاء. وكان سؤالها هل يستحق ما بدأت من أجله التخلي؟ ذكرتني فأجبت لا، بدأنا بالمحاولة والله معنا، ونستمر بالله ونستعين به على المحاولة. أعلم أن كل من قرأ هذا المنشور في بداية قراءته أتت في ذهنه فكرة تدور في عقله منذ زمن، ويقول في نفسه عفى عليها الزمن. لكني أقول لك أما أنا أن تستعين بالله وتبدأ، فربما الكثيرون يحتاجونها ولا تعلم. ده كان تعليقي على حاجة شفتها، كان كلمة مت فارغا. فاللي هو ايه مت فارغا؟ قلت بقى اكيد بقى محتوى تحفيزي بقى، ويقعد بقى يقول لك مت فارغا والفراغ بقى والكلام ده. جه في بالي الصراحة كده، قلت اكيد بقى بيتكلم عن الفراغ، فلقيته بيتكلم عن نقطة تانية خالص خالص. يعني بيتكلم عن الافكار اللي بتكون موجودة في دماغنا وبنموت وهي لسه في دماغنا ما نزلتش حيز التطبيق. والافكار دي اللي في دماغنا دي يعني من وجهة نظري، حتى لو احنا شايفين ان محدش محتاجها، ممكن يكون حد محتاجها عادي جدا بس احنا ما نعرفش. ممكن شخص واحد يكون محتاجها. فعشان كده لو اي حد فيكم عنده فكرة يحاول ينزلها ويفيد بيها نفسه وغيره. حتى لو مش هيفيد بيها، مش لازم ملايين تتفرج عليك، مش لازم ملايين تشوف فكرتك. لو واحد بس، حتى لو كنت الواحد ده انت نفذت الفكرة دي عليك انت، فدي حاجة كويسة جدا. ما تخليش فكرتك حبيسة جوه دماغك فقط. دايما كنت بقول الافكار كنوز. اي فكرة تجيلك حاول تكتبها، وما تكتفيش بان انت تكتبها بس، لا، حاول تنزلها وتنزلها وتطبقها ان شاء الله، وتفيد بيها نفسك ثم غيرك. ولو مش هتفيد بيها غيرك، فعلى الاقل فيد بيها نفسك. افتكر ان انت اهم واحد بالنسبة لك. حاجة تانية بقى، اللي هو لما الواحد بيحكي قصته، ده جزء من التعافي او جزء من رحلة التشافي بتاعته. دي حقيقة، يعني ان انت تجيلك الجرأة ان انت تحكي قصتك، حتى لو مش هتقول ان دي قصتك، بس ده جزء من التعافي. كنت عاملة الفيديو ده حذفت وحرقت، لكن هل الفكرة ماتت؟ بيتكلم عن نقطة مهمة جدا، ومش شرط يكون مثالي. هو مش مثالي، ومفيش فيديو من فيديوهاتي اصلا مثالي خالص. بس انا بحس اوقات ان احنا لما بقعد اجهز بحس ان المحتوى مبيطلعش زي ما انا عايزاه، فاهم؟ فلما بتكلم كده بشكل عفوي بيطلع احسن يعني. عامة ان شاء الله قريبا بعد ما خلص امتحانات باذن الله 15 يوم كده ولا حاجة، وهنبدأ في سلسلة جديدة تماما، هتكون عن التدوين لكن بشكل مختلف. اكيد مش هنقعد نكرر اللي على اليوتيوب يعني، هتكون بشكل مختلف هنستعين بيها بالله عز وجل، ثم برحلتي في التدوين ليا 4 سنين. عايزاكم بس ان انتوا تكونوا معانا كده، لو حد عنده تساؤل معين، او حد برضو كان ليه اللي هو كان ليه رحلة قبل كده مع التدوين، تمام، او كان ليه تجارب مع التدوين، فيكتبها وشوفوا ايه الافكار اللي عايزين نناقشها عشان ان شاء الله نناقشها. غالبا هتكون سلسلة، مش هيكون فيديو. يعني انا جاي في بالي ان هو نعمل فيديو، بس الفيديو مش هيبقى، لو عملناه مش هيبقى بالشكل اللي انا عايزاه. انا عايزة نتكلم في حاجات مختلفة وحاجات عميقة شوية، جزء منها سطحي يعني اكيد، يعني لا يخلو الموضوع من اشياء سطحية، لكن هيبقى العمق اكتر. واكيد مش هنقعد نكرر بقى اللي هو اكتب وهات يا ابني ورقة وهات قلم، يعني خلاص الكلام ده ما متقال 100 مرة قبل كده. تمام، فلو عندكم افكار اكتبوها، عندكم تساؤلات برضو اكتبوها، عشان ان شاء الله يعني تكون السلسلة بعد كده مفيدة لينا وليكم. واستعينوا بالله، واي حد عنده فكرة يكتبها وينزلها للعمل، وخدوا خطوة.
وفي النهاية ابتسم ثم ابتسم وابتسم، ففي الابتسامة مفتاح لكل مغلق، تيسير لكل عسير، وزوال لكل هم. ويكفي أن نبتسم لأن ربي وربك هو الله. ويكفي أن نبتسم لأن ربي وربك هو الله. أسفة طولت عليكم، يمكن الفيديو مش مفيد أو مفيد، بس حاول تنزل الفكرة بتاعتك موقع تطبيق. معلش بقى، آخر حاجة بس قلناها هي كانت فكرة كنا قايلينها امبارح. في كل مرة يجبركم الله فيها اكتبوها، صدقوني ستحتاجونها لتذكيركم حينما تضيق عليكم كل الدنيا بما رحبت. حينها فقط ستتذكرون أن من أخرجكم من الضيق إلى السعة هو الله. سلام على قلوبكم يا رفاق. حاولوا التنفيذ وليس فقط تشتيت أنفسكم بكثرة الأفكار والمدخلات. ده كنت كتبته امبارح. تكتب في التاريخ، تكتب في التاريخ، لكن ليس تاريخ إنجازاتي، بل تاريخ كرم ربي لي، جبر ربي لي، تربية ربي على قلبي. كل مرة كان معي كتبتها كي أرجع لأراها، كي لا يأكلني اليأس، أو ربما العجز يكون شريكا له في هذه الوجبة الشهية والتي هي أنا. عشان كده بقول لكم لازم تكتبوا كرم ربنا عليكم، جبروا ليكم كل مرة، خروجكم من مراحل صعبة. حاولوا تكتبوا الكلام ده، لان اوقات بنكون يائسين جدا جدا وبنقول مستحيل، وبيكون بينا وبين اليأس حرفيا شعرة. فحاول ان انت تكتب المواقف اللي ربنا كرمك فيها عشان ترجع لها بعد كده في الوقت الصعب. بس كده، اسفة طولت تاني مرة. سلام يا رفاق.